لو بدأت تتعلم ألماني غلط هتلاقي نفسك بتضيع من نفسك وقت كتير جدا، شهور وسنين، ومش عارف توصل للمستوى اللي انت عايزه. لكن لو بدأت تتعلم ألماني بالطريقة الصح هتوصل للمستوى اللي انت عايزه في أقل من سنة. في الفيديو ده هقولك ازاي توصل للمستوى اللي انت عايزه في وقت قصير جدا، وهقولك كمان على أهم القنوات اللي انت تتعلم منها، الكتب واللينكات وأماكن كتير جدا تقدر تستفاد منها وتلم اللي انت عايزه في اللغة. السؤال اللي بيحير ناس كتير جدا، نبدأ منين؟ بص يا صديقي، اللغة الألمانية مقسمة نفسها لمستويات واضحة جدا. النظام الأوروبي عامة بيقسم اللغة ل6 مستويات، اللي هو المعروف بين الناس اللي هو من أول ال A1 لحد ال C2. بس في الألماني بنقول ال A1 وال A2 وال B1 وال B2 C1 C2. طبعا ال C2 ده في الغالب جدا لما حد بيوصل له لازم تفضل هناك، ولازم تكون اللغة بتاعتك فوق البريفكت بشوية عشان تقدر توصل لمستوى السيتس فاي. طيب ما قلناش برضه هنبدأ ازاي. رقم واحد هتبدأ مستوى ال A1. أهم حاجة في المستوى ده إنك تكون طالع منه بتقرأ ألماني. أهم حاجة بمستوى ال A1 اللي هو ال A1 تطلع بتقرأ ألماني، زائد بتكون جمل بسيطة جدا، بتعرف تتكلم ديالوج مبدئي اللي هو تسأل عن اسم حد، تقول اسمك، حاجات بسيطة جدا. زي ما قلنا أهم حاجة تطلع بتقرأ ألماني. هتبدأ طيب تتعلم القراءة ازاي. في فيديوهات كتيرة جدا تتعلم منها ازاي تنطق الحروف، ازاي تقول مقاطع الحروف، وواحدة واحدة هتلاقي نفسك انت بتقرأ ألماني كويس. هقول لك بقى على أفضل الكتب اللي تبدأ بيها لو هتبدأ لوحدك أو لو هتبدأ مع مدرس أو مكان تبدأ فيه عامة. اول كتاب معانا المعروف بين الناس كلها اسمه كتاب منشن. ده بياخد معاك من اول ال A1 لحد ال B1. بعد كده في كتب تانية بس دي مرحلة بعد كده، بتاخد من البي فاي بقى وال C1 وال C فاي. كتاب منشن على فكرة من اسهل الكتب اللي تقدر تتعلم منها الماني، تقدر تتعلم منه لوحدك، مش لازم يكون حد معاك. ليه شروحات كتيرة جدا في فيديوهات على اليوتيوب، واماكن كتيرة جدا بتوضح لك الكتاب بيتشرح ازاي، بتحل الحاجات اللي فيه ازاي، بتفهم الجرامر بتاعه ازاي. تاني كتاب معانا اسمه اشخيتا انترناسيونال نوي. الكتاب ده سهل شوية بس بيحتاج انك يكون معاك حد يفهمك الدنيا اكتر فيه، لازم أن يكون مدرس او محاضر تاخد منه المعلومة في الكتاب ده عشان ما تتوهش فيه. الشرح فيه بيتوه شويه. بعد كده الكتاب اللي طلع دلوقتي والمعهد جوتا بيدرس منه، كذا مكان بيدرس منه، اسمه نتسفيك. نتسفيك برضو سهل وشرحه سلس، بس برضو نفس الكلام، بيحتاج حد يوصل لك المعلومه فيه كويس، مش زي منشن يعني افضل كتاب تقدر تبدا منه من الاول ال A1 لحد ال B1. بالاضافه بقى لو انت عايز تقوي الجرامر بتاعك وتخليه كده من البدايه انت تقدر تفهم اي جمله، في كتاب اسمه جراماتيك اكتيف. ده كتاب ممتاز جدا، بيشرح جرامر بس بيديك عليها تدريبات وبيديك عليها جمل كتير جدا واسئله عشان تقدر تتعود على الجرامر. طيب تاني حاجه انك تسمع الماني. تبدا تسمع الماني في اماكن بتقدم شرح كويس، نطق صحيح، وشرح سلس برضو. من افضل القنوات او الاماكن بتقدم بودكاست وبتقدم فيديوهات برضو على اليوتيوب، وهي ايزي جيرمان. ايزي جيرمان على فكره يعني بص حاجه كده يعني صعب تلاقيها يعني في اي لغه تانية. بتقدم لك احداث حقيقيه من الشارع، بتقدم لك يعني نطق صحيح 100%، بتقدم لك يعني جمل انت فعلا بتحتاجها في يومك لو انت هتتكلم الماني. وفي مسلسل برضو بياخد برضو من اول ال A1 لحد ال B1 اسمه نيكوس فيج. ده بيشرح قصة واحد مسافر برضو على ألمانيا ولسه مش بيعرف يتكلم ألماني، بيبدأ رحلته في التعليم ويتعامل مع الناس، أحداث في الشارع برضو في كل مكان عشان يقدر يتعلم اللغة كويس. طبعا كل ده متاح على اليوتيوب من غير أي تكاليف، النت بتاعك بس وهتخش تتعلم. ثالث حاجة وأهم حاجة لازم تعملها الاستمرارية، انك تفضل يوميا انت بتتعلم الماني. مش مهم عدد الساعات، المهم انك على الاقل كل يوم ساعة ونص، ساعتين انت بتتعلم فيهم الماني. هنقول نص ساعة مثلا جرامر، ونص ساعة بتستمع، ونص ساعة تانيين بتكون جمل، ونص ساعة بتراجع على اللي انت ذاكرته النهارده. حاول دايما تكون جمل، يعني ما تحفظش كلمات لوحدها، كون جمل جاهزة عشان تقدر تقولها بعدين بطريقه سهله. لو حفظت كلمات بس او مثلا فعل بس، هتلاقي نفسك بعد كده عايز تصرفه مع ده وتصرفه مع ده، فهتلاقي الجمله صعبه شويه. فلو كونت جمله على بعضها جاهزه هتلاقي نفسك بعد كده بتقولها يعني بطريقه سهله جدا.
طيب اللي بيسأل انا هاخد وقت قد ايه لحد ما اوصل مثلا لمستوى البي اينس او البي سيفاي. بص يا صديقي، طبقا للمعاهد الاوروبيه ان اللغه الالمانيه كل مستوى فيها بيحتاج من 120 ل 200 ساعه دراسه، بس ده بانتظام. يعني هنقول المستوى مثلا الاي 1 والاي 2 هياخدوا من شهرين لثلاث شهور، والبي 1 هياخد من 3 شهور لاربع شهور. بس ده لو انت فعلا هتمشي بانتظام يوميا انت بتذاكر. يعني الموضوع كله مثلا نقول مثلا عشان توصل للبي 1 او البي 2 سنة وثلاث شهور، سنة واربع شهور. بس مش عشان قلت لك بقى سنة وثلاث شهور، سنة واربع شهور تروح تبدأ ألماني وما تنتظمش وما تذاكرش وتيجي تقول لي أنا ليه ما وصلتش للمستوى ده. زي ما قلت لك أهم حاجة إنك يوميا أنت بتذاكر أقل حاجة ساعتين، تنتظم يوميا أقل حاجة ساعتين عشان تقدر توصل للمستوى ده في الوقت اللي هو سنة وثلاث شهور، سنة واربع شهور. ساعة صغيرة هقول لك عليها. رقم واحد، حاول تحفظ جمل على بعضها، ما تحفظش كلمات بس. تاني حاجة، حاول تسمع كل يوم ألماني. كل يوم اسمع ألماني، حتى لو مش فاهم حاجة كرر الفيديو أو كرر البودكاست اللي أنت بتسمعه لحد ما تفهم كل كلمة فيه. تالت حاجة، عادي جدا وارد انك تغلط. لو انت لسه بتبدأ تتعلم ألماني تغلط، انك وانت بتتكلم وانت بتقرأ هتتعلم، والموضوع هتلاقي يعني واحدة واحدة الموضوع مشي معاك. لو عايز تبدأ تتعلم ألماني ابدأ من النهاردة مش من بكرة. ما تكسلش وما تستناش يعني ما تصعبش الموضوع على نفسك، الموضوع سهل جدا. الألماني بيفتح لك فرص كتير، سفر وشغل ودراسة. يعني سفر لألمانيا دي فرصة أظن أي حد يتمناها. لو عايز تتعلم ألماني صح وبطريقة سهلة وسلسة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس. ولو محتاج أي حاجة ابعت على الواتساب، الرقم موجود في الوصف. سلام.